اتحاد طنجة يطمح للتعويض من بوابة الكبير الرجاء الرياضي هنا بقلب العاصمة الرباط، وهو الذي يطمح والآخر الفريق البيضاوي فريق الرجاء الرياضي من أجل تدارك التعثر في المباراتين الأخيرتين. كل طرف سواء المدرب جمال السلامي وكذلك مودن من الجانب المودن. شوف تاكي يضغط الرجاء الرياضي في عملية الافتكاك ولا المخالفة ولا البطاقة الصفراء. تدار مع بداية الحوار في وجه من في وجه اللاعب المودن. يسري بوسوق يسري تسديدة ومتابعة من الحارس المهدي بن عبيد في أول تصدي، والرجاء في أول تسديد. الرجاء الرياضي هو صاحب المبادرة، هو صاحب المبادرة من التدخل وبطاقة صفراء تدار مرة أخرى، هذه المرة في وجه كاميني جونيور. ماذا يحرق الرجاء الرياضي؟ الطاقم الذي لم ينتهي بعد من إسعاف نوف نناح. تدخل من ساكن الوردي يرتكب مخالفة، يشير الحكم لفائدة محاولة استغلالها، تمشي في اتجاه مروان العز العرضية والتسوق يسري انطلاقة فرصة الزرعوني والتسديد من الزرعوني فوق مرمى الحارس المهدي بن عبيد. جرب الرجاء عبر هذا البناء تقدم عاصمي، الاختراق والتدخل من ساكن الوردي الذي يتلقى بطاقة صفراء من جانب الحكم عادل الزراق. إذا يقع يوسف العمري على مستوى التنفيذ هناك عبر القائم الثاني وراسية وجانبية، كرة جانبية ارتطمت بالشباك الخارجية بعد راسية ظهرت من يختار ماذا يختار العرضية، فرصة هنا المحاولة هنا الخطورة هنا التسديدة. جول 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 مروان العز، تسديدة لا تصد ولا ترد في مرمى نصر سيتي بعد بناء هجومي والأول والمنظم والأخطر والأبرز. طويلة بينية الانطلاقة من خاب بعد تمريرة يسري بوس للوردي، ضغط عاصمي. ماذا هناك حكم يمنح خطأ لفائدة ناصر، تسدد من المهدي قرنوس خطيرة. جول 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 وي جول وي جول وي جول، هدف عالمي من المهدي قرنوس يباغت ناصر سيتي، كان يظن بأنه التسديد سيكون مقوس في اتجاه بقية أسماء. حشر من الحكم المساعد والفرصة للخطورة والتدخل من المهدي بن عبيد في أخذ المحاولة للتحضير هنا الفرصة من الجهة اليمنى لكن بعيدة، العرضية هنا الفرصة هنا الخطورة، يضغط من جديد المهدي قرنوس 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 الثالث جول. ضاعت لفريق العرضية، ابعاد بينية، لاحظوا الافراط في عمق الدفاع، هنا التقدم هنا التغطية من طرف لفريق الفتح الرياضي، هنا الاستلام هنا الفرصة هنا الخطورة. جول 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 مروان العز، مروان العز يجيب العز لفريق الفتح الرياضي بهدف في حدود دقيقة 38. ماذا يحدث للرجاء الرياضي في هذه الجولة الأولى؟ ثلاثية نظيفة، ثلاثية مدوية، نتيجة مدوية في هذه الجولة. جماهير من جمهور فريق الرجاء الرياضي، هنا الفرصة فرصة التقليص لكن صورة واضحة الأخطاء، واضحة الأداء المقدم من جانب عناصر فريق المود. لاحظوا الفرصة العرضية ومتابعة من التقليص الفرق وقبل انطلاقة المودن وجدت زاكر الهبطي ليسري بوسوق الفرصة فوق المرمى، واحدة من الفرص النادرة للرجاء في الجولة الأولى. اختار يسري أجواء المباراة، تكون من الجهة اليمنى المهدي الباسل، لاحظوا الآن الشجاعة والمغامرة والفادة الركلة الركنية. هنا الفرصة هنا لإفادة عبد الحفيظي، هنا الوثوق تقدم يسري في الخطورة لفائدة الرجاء الرياضي. الحفيظي تلعب أمامية لفائدة يسري، بعيدة كرة يسري بوسوق، فائدة الفتح الرياضي حمزة المودن، الاستلام تقدم الخطورة لبنغيت، تمشي بنغيت تقدم بنغيت أمامية، فرصة رجوية والتسديد وتظهر الإفوات وقد يظهر الهدف الرابع، لكن الاستماتة من الحضور القوي لشخصية الفيوس على حساب فريق الرجاء الرياضي. ونناح عد بدفاع
مشات بينيه اماميه للساكن الهبطي، كان عنده كنترول في الجوله، خبره هذا الثلاثي حاضره بقوه، الاشياء على مستوى صناعه اللعب. هنا التقدم من الخطوره، هنا الخطا لفائده فريق الرجاء الرياضي. بطاقه صفراء ستظهر في وجه دون مروان الوادني، تنفذ من يسري، ترتطم بحيث الصد والابعاد. خطأ من حركس، انطلق عزري، خطأ يحتسب على جمال حركس مع بطاقة صفراء لجمال حركس. اخطاء دفاعية في هذه المباراة كارثية لفريق التقدم من الطرف الايسر، العرضية والراسية، وفرصة هدف رابع ضاعت لفريق الفتح. هنا التقدم من يوسف بالعمري محاولة تسديد لكن تعود يعني لعبد الصمد. بدوي يختار العرضية، فرصة، اختار ابرز فرصة للرجاء في الجولة الثانية مرة ما جديدة، لم